ايه هو نظام الساعات المعتمدة؟ وهل ممكن اتخرج من الكلية بدري لو فهمت النظام ده؟ اخواتي وحبايب قلبي طلاب الجامعات، عمر احمد بيقول لك ايه؟ بيقول لك النظام الكلية عندك في حاجة اسمها نظام قديم ونظام ساعات معتمدة، وفي الغالب حاليا ماشيين بنظام الساعات المعتمدة اللي هو ايه؟ لو فهمت اللعبة صح التخرج بالنسبة لك هيبقى سهل جدا. انت المفروض علشان تتخرج الاربع سنين من الكلية بتاعتك في نظام ساعات معتمدة بتتقسم على عدد المواد، مثلا وليكن بيبقى في الغالب كل مادة عليها من ساعتين لثلاث ساعات، وده بيأثر على التقدير النهائي بتاعك التراكمي بعد الاربع سنين. ابسطها لك، في النظام القديم كان بيبقى مواد معينة على عدد الاربع سنين وما ينفعش تتخرج قبل الاربع سنين وتدرس مواد معينة في الترم. نظام الساعات المعتمدة بيقول لك لا، انت تقدر تختار اللي انت عايز تدرسه في الترم الواحد. مثلا وليكن انت المفروض معاك 6 مواد بس في الترم، تقدر تقلل من المواد وتقدر تزود. انت مثلا وليكن في الترم ليك 6 مواد، تقدر ان انت تاخد ال6 مواد بالاضافة لمواد تانية من السنة اللي بعدها. لو مشيت كده على كل ترم تاخد من مواد السنة اللي جاية يقلل منك سنة رابعة فتتخرج بعد 3 سنين. في الترم بقى في الغالب بيبقى ماشي من نظام 15 ل 18 ساعة، ده اللي ماشي حاليا. المادة بتبقى مثلا ساعتين او 3 ساعات ليك في الترم، مثلا وليكن من 15 ل 18 ساعة، ممكن تاخد 7 8 مواد مثلا، تقلل من عليك من المواد اللي جاية. طب في مواد ما اقدرش اخدها؟ مفيش مشكلة، في مواد تاخدها تأجلها عادي جدا، مفيش اي مشكلة. النظام القديم مفيش الكلام ده، لازم تدرس المواد هي على الترم متقسمة وما ينفعش تخرج منها، خلاص هتدرس دول زي نظام الثانوي كده، بس حاليا ما عادوش بيشتغلوا بيه على حسب الجامعه. ولو سقطت ماده او اتنين في النظام القديم بتعيد السنه، بيبقى على نظام هم محددينه بقى، ماده او اتنين او تلاته في الحدود دي، فبتعيد السنه كلها على المواد دي. حاليا في نظام الساعات المعتمده ما فيش كده، بس في عيب وحش في نظام الساعات المعتمده. دلوقتي وليكن لا قدر الله شلت ماده، بتقفل معاك ماده السنه اللي بعدها او الترم اللي بعده على حسب، بتخليك ما تقدرش تخش الماده دي غير لما تاخد دي، فبتستنى بقى تمتحن دي الاول علشان تتفتح لك الماده اللي بعدها. وعلى هذا الحال بقى لو شلت مادتين او ثلاثه شوف بتقفل لك كام ماده بعدها. يا رب تكون فهمتني. فده من ضمن العيوب بتاعه نظام الساعات المعتمده. طب بالنسبه للتقدير بيتقاس ازاي؟ هسيب شرحه في فيديو تاني لوحده، الفيديو اللي جاي باذن الله، موضوع الجي بي اي وبيتحسب ازاي على حسب عدد المواد، وبتتضرب في رقم معين كده ليها معادله علشان يطلع لك في الاخر التقدير الاساسي بتاعك، سواء جيد، جيد مرتفع، امتياز، امتياز مرتفع، الكلام ده. فيما معناها نظام الساعات المعتمده بيحد من ان انت تتظلم في النظام القديم. نظام الساعات المعتمده على قد ما هو كويس جدا، بس لو شلت ماده بيبقى الحوار كبير، فتبقى عامل حسابك لده كويس وتسال عندك في الكليه النظام اللي انت ماشي بيه ازاي، واقدر اخد كام ماده في الترم والكلام ده. انا بديلك الفكره وانت قيس على هذا الاساس عندك في الكليه. خش على شؤون الطلبه واسال على كل اللي انت عايزه. المواد اللي انت بتعوزها بتسجلها قبل الامتحان اللي انت عايز تدخلها. في ماده مش عايز تدخلها عادي مفيش مشكله، عايز تزود ينفع. طب ينفع تزود كام الحد الاقصى بتاع المواد؟ ده برضو بتسال عندك في الكليه. يا رب اكون قدرت افهمك حاجه زي كده، واستنى الفيديو الجاي هشرح لك فيه حوار المعدل التراكمي وايه هو نظام الجي بي اي اصلا وبيتقاس ازاي على حسب الجامعه بتاعتك. اعمل فولو وبالمره تبقى مشارك معانا في العمل الخيري اللي احنا هنعمله لو وصلنا 100,000. عايز استفسار خش بعت لي على الانستا، برد على كل الناس، او اكتب لي في الكومنتات. ولو تعرف حاجه عن نظام الجي بي اي اكتب لي عندك في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد، وبالتوفيق لكم جميعا باذن الله. سلام.